ده مرجع صمت هسكت افتك. انت عارف السيجاره اللي فطرت عليها ساعه اذان المغرب دي ممكن تعمل فيك ايه؟ السيجاره دي فيها اول اكسيد الكربون. انت حضرتك صايم 13 ساعه، وبعد ال 13 ساعه بدل ما تدخل للرئه شويه اكسجين في هواء نظيف، حضرتك بتدخل لها اول اكسيد الكربون اللي بيعمل حموضه في المعده، اللي بيعمل ارتجاع مريء، اللي بيعمل حرقان في صدرك ويخليك لغايه الساعه 10 وحضرتك لسه حاسس ان في حاجه في صدرك هنا مش تمام. وكل ده بيحصل بسبب السيجاره اللي حضرتك خدتها مع اذان المغرب بدل البلحتين اللي كنا بنقول عليهم. لان جسمك عامل زي السفنجه بعد صيام 13 ساعه بيمتص اي حاجه بسهوله جدا، بدل ما بتدخل له اكسجين حضرتك دخلت له اول اكسيد الكربون. فعشان تتفادى حرقان المعده، عشان تتفادى ارتجاع المريء، عشان تتفادى ان ما تقعدش لغايه الساعه 10 وفي حرقان على صدرك، بلاش السيجاره ساعه الفطار وافطر على البلحتين زي ما قلنا. وده مش اي كلام على اليوتيوب، ده كلام دكتور ايوب. نسيت اقول لك على حاجه، ما تستغل رمضان وتبطل تدخين خالص. ايه رايك؟